السلام عليكم، معاكم هالة حجازي من قناة حلو حادق. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يلا بينا نعمل كيكة البرتقال، احلى واسهل واهش كيكة ممكن تعمليها في 5 دقايق بس. هتعملي احلى كيكة. بصي شكلها عامل ازاي، هشة جدا ما شاء الله وعالية، مكونات كلها بسيطة وهتاكلي احلى كيك. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك وشير واشتراك في القناة. بصوا بقى شكلها تحفة تحفة والله، احلى وانجح كيكة ممكن تعمليها، وبألف هنا وشفا مقدما. مكوناتها بسيطة جدا وموجودة في كل البيوت، وخصوصا الايام دي في البرتقال اللي هو البرتقال العصير الصيفي نازل بكمية ما شاء الله ورخيص. معايا هنا 3-4 برتقانات. خلاص خلي بالكم ان البرتقال الصيفي ما ينفعش ان انا اقشره واحطه في الخلاط عشان بيبقى الجلد بتاعه من جوه تخين، لازم يتعصر. خلاص معايا 3 برتقانات، معايا كوباية الا ربع زيت، 3 حبات بيض، ومعايا كوبايتين سكر الا شوية، يعني الكوباية متبقاش مليانة على اخرها. بنفس الكوباية اللي هعاير بيها السكر والزيت هعاير بيها 3 كوبايات دقيق، وكمان معايا باكو بيكنج باودر. خلاص هاخد بقى بالمبشرة كده الناحية الواسعة وابشر القشر اللي هي القشرة البرتقاني اللي هي بره كده في البرتقال، القشرة الاورنج دي مهمة جدا جدا في الكيكة، بتديها طعم حلو قوي وبتضيع زفارة البيض، لان احنا مش بنحط لا فانيليا ولا اي حاجة خالص. خلاص بعد ما بشرت القشرة الخارجية عصرت بقى البرتقال. بصوا بقى التفل بتاع البرتقال اللي جوه ده لما بتيجي تقطعيه وتعصريه في الخلاط زي بتاع الشتاء ما بينجحش ابدا وبيبقى ناشف في قلب الكيكة. عشان كده ده النوع ده من البرتقال لازم نعصره. هاتي بقى خلاطك الجميل، ولو عندك مضرب بيض ماشي مفيش اي مشكلة، بس اسهل حاجة انك تعمليها في الخلاط، ما بتاخدش وقت خالص. 5 دقايق وهتكون الكيكة جاهزة. طبعا وانا شغالة كده اهوت انا مشغلة الفرن على درجة حرارة 180 من اول ما اشتغلت علشان يسخن، واحط الكيكة على فرن ساخن، في فرن ساخن سابق التسخين يعني، ما تبقاش الفرن بارد. هحط بقى زي ما حضراتكم شفتوا كده، هحط كل المكونات السايلة في قلب الخلاط، البيض والسكر والزيت وقشر البرتقال، وهاخد كده 1.5 كوباية من البرتقال اللي انا عصرته. خلاص هعصرهم بقى، هضربهم بقى كويس جدا جدا في الخلاط، اضربيهم بقى كويس قوي. هتبص تلاقي الخليط فتح كده معاكي وبقى ابيض خالص، وكل المكونات اللي جوه كده هتندمج مع بعضها. هشوف كده واختبر بالمعلقة واحط ايدي كده هون في السائل وافركها كده، لو لقيت السكر لسه ليه اثر بيفرك تحت ايدي هضربها كمان ضربتين. معلش سامحوني المقطع دوت يعني ما تسجلش معايا في الكاميرا للأسف، بس هو بسيط يعني. انا حطيت كل المكونات اللي انا ضربتها في شفشق الخلاط حطيتها ببولة، واخدت الدقيق مع البيكنج باودر وحطيته على مرتين في المكونات السايلة، وقلبتهم كويس جدا جدا بالمضرب السلك كده زي ما حضراتكم شايفين، لغاية اما كل الدقيق اللي انا حطيته يختفي تماما، ويبقى الخليط كده زي ما انتوا شايفين هو ده قوامه. اضربيه بقى كويس جدا 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 علشان ما يبقاش فيه اي تكتلات. بصوا قوامه عامل ازاي، لا هو خفيف ولا هو تقيل. معايا بقى صينية ما شاء الله كبيرة، الصينية دي 35 في 45، يعني ما شاء الله كبيرة جدا، مبطنة بدقيق وزيت. خلاص واحط فيها الخليط، وهجيب كده سكينة كده بوزها رفيع واعمل كده هوت زي ما انتوا شايفين دواير كده هون، بس خلي طرف السكينة ما يوصلش لقاع الصينية، بطرف بقى سكينة بخلة بأي حاجة، علشان يبقى الكيكة هشة وما يبقاش فيها فقاعات من جوه، فقاعات كبيرة يعني. هندخلها بقى الفرن، هتقعد بالظبط نص ساعة و5 دقايق. بص بقى خارجة من الفرن شكلها عامل ازاي، تحفة تحفة.
لونها وشكلها وهشة وما شاء الله ملو الصينية. هنقطعها بقى بالطريقة ديت علشان يبقى شكلها حلو. بصوا طبعا هنقطعها بعد ما تبرد تماما. هشة جدا جدا ما شاء الله، واخدة لون حلو قوي من فوق ومن تحت، وطعمها وريحتها يجننوا. والله يا جماعة كانت تحفة، وبألف هنا وشفا مقدما. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك وشير واشتراك في القناة. أحلى كيكة ممكن تعمليها هي كيكة البرتقال، والله رائعة. جربيها وقوليلي رأيك. سلام عليكم.